أصدقائي وأحبابي على مواقع التواصل الاجتماعي، أسعد الله مساكم بالخير والسعادة. من حوالي 5 دقائق قرأت قصيدة لصديقتي الأستاذة الشاعرة التونسية القيروانية سميرة الزغدودي بعنوان براعم الحياة. طبعا هي تتكلم عن براعم الحياة، عن الطفولة وبراءة الطفولة، عن الأطفال. فالقصيدة قرأتها أعجبتني جدا، فراح ألحنها. طبعا هلأ أنا كتبتها على الورق وراح باشر بتلحينها، إن شاء الله أنها تعجبكم. بعذب الوتق أنبتنا زهورا، بعذب الوتق أنبتنا زهورا، فأورقت الغصون بلا مياه. بعذب الوتق أنبتنا زهورا، فأورقت الغصون بلا مياه. تباهينا ببرد النور حتى تباهينا ببرد النور حتى لبسنا بالرضا ثوب التباهي. وما نفع الحياة بدون علم، وما نفع الحياة بدون علم. متى نحيا العلا، متى نحيا العلا، متى نحيا العلا حتى تناهي لهذا البدر بين ضلوع صدري، لهذا البدر بين ضلوع صدري. سناء فاض في كل اتجاه. تضيء الأبجدية في يميني لأختصر الأوامر
والنواهي تضيء الأبجدية في يميني لأختصر الأوامر والنواهي بهذا السر بحرفي صار نجما بهذا السر بحرفي صار نجما واشرقت الشموس على الجباه سقي نقرأ من القرآن وحيا سقي نقرأ من القرآن وحيا فصرنا منه ننهل في انتباه سقي نقرأ من القرآن وحيا سقي نقرأ من القرآن وحيا فصرنا ننهل منه في انتباه رشفنا من معين اقرأ ضياء رشفنا من معين اقرأ ضياء رشفنا من معين اقرأ ضياء فصرنا في السماء شمسا تضاء ومن أجل البراعم طاب عطري ومن أجل البراعم طاب عطري وطاب شذا الحروف على الشفاه ومن أجل البراعم طاب عطري وطاب شذا الحروف على الشفاه أقول اليوم بل في كل يوم أقول اليوم بل في كل يوم هدم زهر الطفولة يا إلهي هدم زهر الطفولة يا إلهي. تحياتي أستاذي وتاج راسي أديبنا الكبير الأستاذ محمد الصنباطي. تحياتي وشكرا من القلب. طبعا القصيدة هي هلأ كتبتها وهلأ لحنتها يعني لحنتها مباشر وبتمنى تنال إعجابكم وشكرا لكل اللي كانوا معي على المباشر وشكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم وإلى اللقاء في بث جديد إن شاء الله.